السلام عليكم. حصريا سنشاهد بالفيديو انهيار السدود والأحواض المائية بالمغرب وامتلاء سدود الجزائر بعدما حاول المخزن منع وصول لبشار. سنشاهد بالفيديو عزيزي المتابع كل التفاصيل، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. يعاني الشعب المغربي المغلوب على أمره من سياسات محمد السادس وحكومة عزيز أخنوش وممارسات المخزن الخاطئة والفاشلة في بلاده واتجاه المنطقة، وذلك بعد سنوات من المكر والتخطيط من أجل الإضرار بمصالح الجزائر ومقدراتها عبر سياسات أمير المدمنين محمد السادس الفاشلة، من خلال بناء السدود والأحواض المائية من أجل منع وصول الماء إلى المنطقة الحدودية في الجهة الجنوبية الغربية للبلاد، خاصة منطقة بشار، والإضرار بالجزائر بيئيا وبسكان المنطقة، غير أن تدبيره ومخططه الفاشل سرعان ما انهار بقدرة الله عز وجل بعد انهيار الأحواض المائية والسدود التي قام ببنائها في المناطق الحدودية المتاخمة للجزائر من أجل منع وصول الماء خاصة إلى منطقة جرف التربة، غير أن تدبير الله عز وجل وحكمته قضت بأن تمتلئ وديان وأنهار وسدود ولاية بشار وتنهار الأحواض المائية والسدود التي قام ببنائها المخزن من أجل الإضرار بالجزائر. شاركنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.